للي ما يعرفش مين اللي كان في الفيديو ده علاء الساحر. علاء الساحر بلوجر وتيك توكر مشهور وموجود على السوشيال ميديا بقاله فترة. علاء الساحر كان بدأ المحتوى بتاعه بان هو يدي نصايح للشباب ويدي معلومات دينية، وما تفهمش ايه اللي جرى في حياته وشقلب حياته. يعني يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب. اللي بيتكلم عن بنات الناس وبيعمل حكاية نسي في يوم ان هو عنده ولاية. تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش على سيدنا محمد بالذات باسمه عادي. ربنا سبحانه وتعالى نادى على الانبياء كلهم باساميهم العاديه الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه اللي جرى في حياته شقلبها. المهم علاء الساحر اتجوز ريم الرفاعي زي ما شايفين كده حضراتكم في الفيديو اللي قدامكم. الفيديو ده كان قلب السوشيال ميديا وعمل ترند فظيع جدا، وقد ايه الحب اللي كان بينهم، وكان الناس بتقول ده معمول عشان ريتش يا اخوانا، وهم كانوا متجوزين وبيعمل لها فرح تاني. المهم ان هي طلعت بعد كده وخدته منك يا صفرة واتجوزته يا صفرة، وبعد ما خلفت وربنا كرمهم بولد طلعت بعد كده على المسرح وانا خدته وبقى جوزي وبقى حبيبي، والكلام الهجس اللي احنا بنسمعه. فاكر انت الفيديو ده؟ حاجه واحده زمان قبل كده بتفكر بتتابع الستوري مستنيانا نتخانق، هنتخانق بس برضه مش هيكون ليكي مكان ما بيننا يا صفرة، وانا ممكن اقول اسميكم كلكم، ودلوقتي انا مراتكم مضايقكم ولو سبتوا احنا نتعرف الاتنين اتطلقوا. طيب نخرج بالمعروف ونخرج زي ما احنا حلوين وزي الفل؟ لا، لازم الغسيل الوسخ يتنشر. ده انت بتقلع الهدمه اللي قلعها مش نضيفه بتلبسها تاني. والله اللي متربي في بيته او متربي على الاصول ما بيجيش على حريم. فعلا ولاد اصول، ولاد اصول فعلا. مش بس كده، ده ريم الرفاعي خدت فيديو كان موجود على تليفون علاء الساحر وهو بيعذب شخص، وموجود معاه في الفيديو. هعرض لكم الفيديو بس معلش اعمل على الشخص ده بلور. محتاجزه هو وواحد صاحبه وموجودين ورابطينه بسلك كهرباء وعمالين يجبروه على ان هو يرقص ويقولوا له الفاظ ما يعلم بها الا ربنا، والضرب والراجل متخرشم وما يعلم بها الا ربنا. مين اللي سرب الفيديو ده؟ ريم. انا كده اهو ده اسرع اهي. يلا انت بقى اسرع. طب انت حاجه شوف هيستنى يلا. ريم اللي سربت الفيديو بعد ما جوزها بهدلها وطلقها. ان الموده والرحمه اصلا ما كانش موجود بينهم، هو اللي كان موجود المصلحه والريتش والسوشيال ميديا والكلام من ده، لكن الموده والرحمه ان هي تستر جوزها حتى لو غلط مش موجود. نشرت ريم الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اجهزه الداخليه ربنا يبارك لهم على المجهود اللي بيعملوه، قسما بالله بيعملوا مجهود جبار لاعاده ضبط المجتمع تاني. قبضوا على علاء الساحر وقبضوا على الشخص اللي كان بيصور، وقبضوا على ريم مرات علاء الساحر اللي هي نشرت الفيديو، وقبضوا على الشخص اللي كان ظاهر في الفيديو. واتضح بعد ما قبضوا عليهم ان علاء الساحر عنده معلومة جنائية، واللي كان بيصور الفيديو عنده معلومة جنائية، واللي كان بيتصور في الفيديو صاحب اجنس عربيات برضه كان عنده معلومة جنائية. يعني كلهم كانوا سوابق في قلب بعضيهم. وريم سربت الفيديو فالداخلية قبضت عليهم بتحقق معاهم، مع ان الاخ اللي اتطحن ده ما قدمش بلاغ ولا قدم اي حاجه ان هو اتعذب وان هم خدوه بشقه مهجوره ولا شقه تحت الانشاء والتوضيب. ما قالش اي حاجه ولا اتكلم. المهم ان الاربعه دلوقتي اتقبض عليهم بتهمه نشر الفيديو اولا لريم، ثم بعد كده علاء الاحتجاز، والتاني التصوير والاحتجاز، والتالت اللي اتطحن واتضرب دوت اللي عنده المعلومه الجنائيه. كلهم سواد برضو ان هم ليه ما بلغش على اللي حصل له. في لغز في الحكايه واكيد الداخليه هتعرفنا ايه اللغز اللي بيحصل، وده اللي كان موجود على صفحه وزاره الداخليه اللي ربنا يبارك لهم على المجهود الجبار اللي هم بيعملوه. انا وونس هنبقى ايه وانت هتبقى ايه؟ هتشوف بعينك. والله والله كل الدنيا دي هتشهد على نهايتك. كل الناس دي هتشوف اخرتك. انت اخرتك هتبقى وحشه، يا تبقى موته بشعه، يا تبقى سجن، يا تبقى حاجه مش يعني انت نهايتك مش حلوه. كده كده كلنا عارفين ان احنا هنشوف لك نهايه في يوم من الايام تشفي غليل كل الناس. ربنا يا ابني ربك اسمه رب الحق، رب عدل، رحمن رحيم، وعمره ما هينساني انا وونس.
وربك اسمه العدل. زي ما عملت فينا زي ما هتلاقي، زي ما نكرت خيري زي ما هيتنكر خيرك، زي ما ذلتني وهنتني وشتمتني وضربتني واستعفيت على ضعيف